تفاصيل عن فنانات رفضوا العمل مع الفنان عادل إمام وصدموا الزعيم. في عام 2018 أثار خبر اعتذار الفنانة داليا البحيري عن بطولة مسلسل عادل إمام عوالم خفية جدلا كبير، وخصوصا إن الفنانة الشهيرة اتفقت بالفعل على تفاصيل الدور وكانت تستعد للتصوير، واتقال وقتها إن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذارها، وإن اختلفت على الرقم مع المنتج رامي إمام ورفضت أن تتنازل عن جزء من أجرها رغم إلحاق رامي عليها، وفضلت الانسحاب والبحث عن عمل آخر. وخلال أقل من 24 ساعة تم الاستعانة بالفنانة بشرى لتكون بديلة لداليا البحيري. وداليا البحيري لم تكن أول فنانة تعتذر عن عدم مشاركة عادل إمام بطولة أحد أعماله الفنية، فرانيا يوسف من جانبها أعلنت إنها اعتذرت عن بطولة مسلسل فرقة ناجي عطا الله لأنها اكتشفت إن البطولة النسائية مهمشة، وأضافت إنها تبحث عن دور يناسب نجوميتها. الفنانة أليسا اعتذرت المغنية اللبنانية أليسا من الممثل المصري عادل إمام من الظهور ضيفة شرف في مسلسل عفاريت عدلي علام، وعلمت أليسا بوجود الفنان عادل إمام داخل استوديو النحاس حيث تواجدت هناك لتصوير أحد البرامج الغنائية، فتوجهت إليه لتهنئته بانطلاق تصوير مسلسله الجديد، وهناك عرض عليها المخرج رامي إمام فكرة الظهور في أحد مشاهد المسلسل إلا إنها اعتذرت له بسبب ضيق الوقت. واعتذرت الفنانة غادة عادل من قبل عن المشاركة في فيلم زهايمر الذي قام الزعيم ببطولته مع عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق، لكن غادة كانت مشغولة وقتها بتصوير مسلسل فرح العمدة من ما دفعها للاعتذار عن البطولة، واستعان المخرج وقتها بنيلي كريم كبديلة له. الفنانة آثار الحكيم قبل اعتزالها الفن رفضت الفنانة آثار الحكيم الوقوف مجددا أمام الزعيم عادل إمام بعد تصريحاته الأخيرة عن رفضه عن عمل ابنته في المجال الفني، وفتحت آثار الحكيم النار على الزعيم حينما رفض عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل لرفضه أن يقبلهم الرجال في نطاق التمثيل. واعتبرت الفنانة آثار الحكيم إن عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل، وأضافت الفنانة آثار الحكيم إنها عندما اشتركت مع عادل إمام في فيلم النمر والأنثى رفضت تقبيله وصممت على أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خدع تصويري دون حدوث قبلة. الفنانة ألفت إمام كشفت الفنانة ألفت إمام عن سر رفضها العمل مع الفنان الزعيم عادل إمام في مسلسل فالنتينو، مؤكدة في تصريحات سابقة لها إن السبب وراء ذلك هو عدم حصولها على السيناريو كامل، وهو الأمر الذي رفضته بعد تجربتها الصعبة في مسلسل في ليلي لاند. الفنانة القديرة الراحلة عايدة عبد العزيز التي شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم النمر والأنثى، وهذا الدور لفت الأنظار إليها وتسبب ذلك في قرار صادم من عادل إمام. وذكرته الفنانة عايدة في تصريحات سابقة لها إنها لم تشارك مع عادل إمام أي عمل فنية بعد فيلم النمر والأنثى والواد محروس بتاع الوزير، كاشفة إن ربما تألقها في هذا الفيلم جعل الزعيم يمتنع عن ترشحها في أي عمل يقوم ببطولته. شارك الفنان عادل إمام معظم نجمات السينما بطولة العديد من الأفلام مثل الفنانة سعاد حسني ومديحة كامل ونبيلة عبيد وغيرهم كثير، ولكن لم تجمعه أي أعمال فنية بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وأعلنت من قبل الراحلة فاتن حمامة إنها لا تفضل العمل مع الزعيم لأنه نجم كبير، وإذا تعاونت معه في عمل واحد سيكون الجمهور فيلم عادل إمام وليس فاتن حمامة، وسيتم إخفاء اسمها بسبب نجومية الزعيم الطاغية، وذلك برغم العلاقات الإنسانية التي كانت تجمع بينهما. الفنانة نجلاء فتحي عرض على الفنانة نجلاء فتحي بطولة فيلم عصابة حمادة وتوتو إلى جانب الفنان عادل إمام، إلا إنها رفضت وقالت إنها مجرد ظاهرة أو موضة اجتاحت السينما وسوف تنتهي. وتزايد انتشار هذه الشائعة دفع بنجلاء لرفض ونفي كل هذه الأخبار، مؤكدة إنه بالفعل عرض عليها بطولة الفيلم وقتها، إلا إن مشكلتها كانت مع السيناريو ولا الممثلين، وقالت بالفعل عرض علي فيلم عصابة حمادة وتوتو ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديد فاعتذرت عن بطولة الفيلم، كان رفضي للسيناريو المعروض علي وليس لعادل إمام أو للتمثيل معه. وأكدت وقتها إنه لا مانع لها بالتمثيل مع عادل إمام، ولكن مر الوقت ولم ينسى كل منهما الفرصة في التمثيل سويا. الفنانة سماح أنور رغم أن هناك علاقة صداقة تجمعهم إلا أنه لم يجمع بينهم أعمال فنية، وأكدت سماح إنها كانت تتمنى العمل مع الفنان عادل إمام خلال تصريحات تلفزيونية سابقة قائلة: كنت عايزة أعرف بيعمل إيه وبيشتغل إزاي عشان الواحد يكبر، وتجربته عظيمة لأنه عمل حاجة في الدنيا ومشوار ذكاء عظيم غير مسبق. وعرض على الفنانة سماح أنور فيلم الهلفود من بطولة الفنان عادل إمام لكنها رفضته، وعن سبب الرفض قالت في تصريحات مع الإعلامية إسعاد يونس: رفضت فيلم الهلفوت لأن مواصفات البطلة ما كنتش هعرف أعملها. الفنانة حلا شيحة أكدت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة
إنها رفضت فور إعلان العودة إلى الفن وخلع الحجاب الظهور مع الفنان عادل إمام في مسلسله الجديد فالنتينو. وكشفت المصادر إن سبب رفضها للعمل بالمسلسل جاء لضعف قيمة الأجر الذي تم عرضه عليه، حيث أكدت حلا إنه لا يتناسب مع مكانتها الفنية. الفنانة التونسية عائشة. نشأت الفنانة التونسية عائشة وهي معجبة بالزعيم عادل إمام، وعندما كبرت التقت به في مهرجان وسلمت عليه، وكانت في تلك اللحظة تشعر بالخجل وفقدت القدرة على الكلام. وبعدما أصبحت فنانة في السينما المصرية تلقت عرضا للعمل مع الفنان القدير عادل إمام. فرحت الفنانة التونسية عائشة بترشيحها للعمل مع الزعيم عادل إمام في أحد مسلسلاته الدرامية الرمضانية، لكن العمل كان يتطلب أن تكون متفرغة تماما وغير مرتبطة بأي أعمال فنية أخرى، لذلك اعتذرت عنه، فهي غير معتادة على الاعتذار عن أي عمل اتفقت عليه مسبقا. زعلت الفنانة عائشة كثيرا بعد اعتذارها عن الدور أمام الزعيم عادل إمام، لدرجة إنها رفضت الدور وأعطته لفنانة أخرى، وعندما شاهدتها فيه زعلت جدا، لكن اعتبرت ترشيحها كافيا، وذلك وفقا لتصريحاتها في إحدى اللقاءات التلفزيونية.